السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا بقى الفيديو التفريزات ودخول علينا شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. جبنا النهاردة الخضار بتاعنا عشان خاطر شهر رمضان ان شاء الله، وعشان كمان انتوا عارفين الشهر ده بيبقى الحاجة فيه كده مسكرة وحلوة وبتبقى طازة، يعني غير اي شهر. وهنتعب يوم لكن عشان نرتاح طول الشهر ان شاء الله باذن الله، نبقى فاضيين بقى للصيام والقراءة القرآن والصلاة. وجبنا كمان شوال من البسلة، وجبنا 5 كرنبات، وجبنا 10 كيلو من الفاصوليا، و10 كيلو من السبانخ. وهنبتدي الاول كده بكل واحد ياخد طبق بسلة قدامه. طبعا انا فضيت الشوال كده على يعني ملاية، وفضيته على السجاد، على اساس ان انتوا عارفين ان البسلة يعني لما بتتكمر بتبوظ، ما بتستحملش، روحها قصيرة قوي. فقعدت عيالي بقى كده كل واحد اخد طبق بلاستيك، وكل واحد خد حبة بسلة قدامه. وطبعا احنا فضينا الكمية كلها على السجادة، بس طبعا فرشنا ملايات زي ما قلتلكوا. وكل اللي عمل حاجة بيفضيها في الحلة اللي انا جايبة اطباق كبيرة كده. المهم يعني نفصصنا شوية البسلة اول حاجة عشان نروح قصيرة. وزي ما انتم شايفين كده جبت بقى حلة وحطيت فيها ميه، او اول ما الميه يعني ابتدت تنمل كده من الجناب حطيت كميه سكر كويسه، لان الحله دي كبيره جدا زي ما انتم شايفين. فضيت فيها كذا طبق بسله، وفي الاخر طبق من الجزر المتقطع صغير مكعبات. وكملت الحله بقى ميه، وحطيت في الميه دي بس يعني تقريبا كوبايه من السكر، بس كوبايه صغيره يعني، او حوالي 10 معالق من السكر، لان الكميه دي كبيره جدا ما شاء الله. هسيب بقى هنا المية، لما طبعا اول ما حطينا البسلة درجة حرارة المية قلت، فهسيب بقى البسلة كده تنمل تاني، ترجع المية تنمل تاني. مش عايزة طبعا اسلقها ولا اغليها، انا بديها صدمة في السكر، بغلفها كويس عشان طعم التلج ما يغيرهاش. طبعا احنا التخزينات والتفريزات دي احنا بنعملها كل سنة، فبرضو مفيش مشكلة ان انا ارجع اعيد معاكم التفريزات تاني عشان الناس اللي ما شافتش الفيديوهات اللي قبل كده. اهو زي ما انتم شايفين بقلب كده الكمية، يعني بقلبها كويس في السكر لغاية ما المية تنمل من الجناب، ودرجة حرارة المية تطلع تاني. بعد كده بقى ابتدي ان انا اجيب مصفى، يعني صفيها بالطريقة اللي تعجبك. لكن انا لو دي كمية البسلة بس كنت فضيت بالحلة على المصافي على طول، لكن طبعا انا هحتاج المية عشان لسه في بقية بسلة. كمان الحلة تقيلة قوي، مش هقدر ان انا اشيلها وافضيها. طبعا البسله يا جماعه لما تفصصوها فصصوها، وحاولوا ان انتوا تنضفوها كويس من الورق الاخضر والحاجات، بيبقى فيها زباله كتير يعني. هنا بقى البسله اهي، طبعا حطيتها في مصافي كده تتصفى براحتها خالص. ومعايا بقى الكميه التانية هنرجع بقى بيها في الحله، طبعا من ورا الكاميرا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ما تنسونيش يا جماعه في اللايك والشير، لان انا الفيديو ده انا قعدت فيه اعمله يومين. اللي انتوا بتشوفوه في 9 دقايق و10 دقايق قعدت فيه يومين، يوم للبسلة والسبانخ، على ان هم اكتر اتنين ما بيستحملوش. وتاني يوم عملت الفاصوليا والكرنب. طبعا ده كله بيبقى مجهود عليا، فانا عايزاكم تقدروني وتحطوا لي لايك وتعملوا لي كومنت حلو. هنا كانت يعني كيست البسلة اللي هي بالجزر. الكمية حلوة، الكيس كبير زي ما انتم شايفين ما شاء الله. انا عاملة كمية يعني مالية الاكياس، مش عاملة كده عينات. انا عاملة الاستخدام الكيس عاملاه على قد استخدامي. تمام زي ما انتم شايفين. انا بقى رحت كمان سلقت البسلة التانية اللي هي دي، سلقتها من غير جزر خالص، لان ساعات بنحبها من غير جزر وساعات بتبقى بجزر، فعملت نص كده ونص كده. اهي بصوا مسلوقة برضو، او واخدة برضو الصدمة في السكر زي ما انتم شايفين. وبعد كده هسيبها برضو تتصفى تماما، وبعد كده هكيسها برضو. وهنيجي بقى نكيسها. طبعا انا برضو هكيسها، وانا بكيس الحاجات دي ورا الكاميرا، يعني اللي هكيسه قدامكم هو الفاصوليا، وبرضو يعني كيس كده ولا اتنين عشان برضو ما اطولش عليك الفيديو. هنا هو كيستها. دي بقى البسله، طبعا اللي انا بكيسه يا جماعه بشيله لان المطبخ لا يحتمل التفجير، هو متفجر لوحده. انا شلت اللي هو كان بالجزر، وده اللي هو من غير جزر، برضو هشيله
عشان برضو المكان وعشان الحاجة ما تخسرش مني برا. طبعا هنا بقى بعد ما سيبنا البسلة تتصفى براحتها، رحنا بقى عملنا الفاصوليا. تمام. الفاصوليا بقى عملناها بالليل عادي، يعني سهرنا عليها وتاني يوم الصبح غسلتها وصفيتها. وبعد ما صفيتها جبت بقى كده حلة ومعلقة زبدة، يعني اهم ممكن تحطي زبدة على زيت وممكن زيت بس، لكن لو في زبدة يبقى لازم زبدة على زيت عشان الزبدة ما تتحرقش. حطيت كده فصين من الثوم المفرومين، ولا هنحط كزبرة ولا ملح ولا اي حاجة، هنحط بس زبدة وثوم وهنحط سكر اهي. طبعا انا حطيت الزيت الاول عشان الزبدة ما تتحرقش، وحطيت فيها الثوم ونزلت مكعب زبدة. طبعا انا بنزل بالمكعب صغير ليه؟ لان انا هعمل الفاصوليا دي عشان كمية هعملها على كذا حلة، فطبعا بحط كميات زبدة قليلة عشان طبعا في الاخر هتبقى كمية كبيرة جدا. لكن لو هتعمليها مرة واحدة هي معلقتين على معلقتين زيت. هننزل بقى بالفاصوليا. طبعا الفاصوليا برضو زي السبانخ بالظبط، الحاجة الوحيدة اللي انا ما صورتهاش معاكم السبانخ لان احنا عملناها كتير قبل كده. تاني حاجة هي ما فيهاش تكات، هي على البخار. تحطي السبانخ في الحلة، تغطي عليها على نار شمعة تهبط، وتنزل الكمية تقلبيها تقلبتين وتطفي عليها وتسيبيها تبرد تكيسيها. تمام. لكن الفاصوليا اللي انا ما عملتهاش معاكم قبل كده، بعد ما قلبتها في الزبدة والثوم نزلت بمعلقة من السكر. طبعا برضو كفاية معلقة واحدة لان احنا هنعمل كمية كبيرة، فكل معلقة هتاخدها الحلة، فكمية الفاصوليا هتاخد سكر كتير، فاحنا بنحاول نقلل كمية السكر. لكن لو هتعملي حلة واحدة زي دي هي معلقة واحدة بس. هنقلب بقى الثوم والفاصوليا والزبدة والسكر مع بعض. وبصوا ابتدت الفاصوليا بعض منها لونها يتغير. هسيبها على نار برضو هادية جدا شمعة، ومش هغطيها برضو، انا مش عايزاها تتبخر ولا عايزاها تستوي، انا عايزاها تاخد لون حلو وفي نفس الوقت تتشمع بالسكر والزبدة والثوم. هتشوفوا دلوقتي معايا في لحظة هتلاقوا لونها كلها اتغير. انا طبعا هسيب التليفون من ايديا، انا اللي بصور بايد وبقلب بايد. بصوا بقى هنا سبت التليفون من ايدي ومسكت ايدين الحلة وابتديت ان انا اقلب فيها كده بالايدين مش بمعلقة خالص. بقت لونها كلها كده. هفضي في صواني وهرجع اعمل نفس الكمية لغاية ما اخلص كمية الفاصوليا خالص. هنا بقى انا كنت تاني يوم جيت بقى للكرنب، نفس الحلة بتاعتنا الجميلة، حطيت فيها معلقة سكر على المية، واول ما المية سخنت حطيت معلقة السكر وهنزل بقى بالكرنبة سليمة كده. تمام. هنزل بقى بالكرنبة هسيبها هنا 5 دقايق، وهبتدي ان انا اقلبها على الوش التاني 5 دقايق، وهطلعها في مصفى الصفة وهنقطعها ونكيسها التقطيعة اللي انتي تحبيها. انا قطعتها، شلت العروش لوحدها والورق لوحده وكيستها على كده. طبعا برضو مش هكيسها معاكم في الفيديو عشان وقت الفيديو، عشان ما اطولش عليكم. هنا كنت خلصت كل الخضار بتاعي. هبتدي بقى ان انا اكيس كده الفاصوليا. برضو هعمل الكيس على قد استخدامي، دي بقى حاجة ترجع لحضرتك زي ما انتم شايفين كده. يا ريت يا جماعة تقدروني بلايك وشير وسبسكرايب، وكل سنة وانتم طيبين. وانا حبيت ان انا اصور لكم كده المرحلة دي لاني هكمل الفيديو بقى على مهلي، وايه هكمل الحاجة دي كلها براحتي وكمل بقية الكرنب. وحبيت اقفل معاكم الفيديو على كده. كل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.